السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. الأساتذة اللي طالعين بيقولوا لي إنك أنتي هربانة فين وتعالي مصر وانتقدي من مصر. عايزة أقول لهم نقد بأنهي؟ أنتوا ما أنت تقولوا للناس اللي بره كلها تعالوا انتقدوا من مصر. نقد إيه اللي هيبقى من مصر؟ ده حتى الأحزاب الكرتونية اللي في مصر اللي المفروض كانت شكلا وليس موضوعا بتاعت معارضة انضمت إلى حزب بقت موالية للأحزاب التانية المؤيدة. انهي معارضه اللي في مصر دهيت اللي فيها حريه؟ انهي هاتولي شخص واحد عارض وما راحش في الناس اللي بتطلع تتكلم على الفيسبوك او على التيك توك او يقول اي تويت او اي حاجه بتقبض عليها. انهي معارضه دي؟ ثم ان ايه التناقض اللي بين المعارضه والناس اللي بتقول لي روحي سوريا وروحي لبنان وروحي الاستاذ مكرم المحترم اللي بيقول لي روحي سوريا ولبنان، سوريا بقت حلوه وفلسطين ولا لبنان ولا غيره. طب اي دوله محترمه الف ب ولها رئيس محترم وفيها جيش محترم المفروض ان فيها امن وامان، يعني احنا نبقى جوع وفجر وجرف وكمان ما فيش امن وامان؟ امان ايه ومش امان ايه؟ ده طبيعي. وانت ليه بتقارني بالدول اللي منهاره؟ اي دوله انهارت من الدول دهياتي كان سببها ان في حاكم ديكتاتور. ده في حاكم محترم وكان عنده ضمير وكان عنده بيحب شعبه وبيحب بلده وكان واقف في ظهر شعبه، ما كانش حصل انهزام والانكسار لاي دوله من الدول دي. ليه بتقارني بالناس دهياتي؟ ليه بتقارني بالناس دي؟ ما تقارني بدول زي امريكا وزي فرنسا وشوف الرفاهيه اللي فيها وشوف ليه دايما احنا محطوط علينا الفجر؟ ليه يعني ان احنا نتحمل لغايه امتى؟ نتحمل لغايه ما نموت يعني؟ ده اللي انتوا طالبينه مننا يعني؟ وتقول كفايه انك انت في امن وامان. انا امن، ما احنا برضك بقينا اهو بقينا نفس القصه وعلى الابواب، الحرب بتاعتنا على الابواب اهي. بل بالعكس يمكن الدول الثانيه مستعده عندها، يمكن احنا الاقتصاد بتاعنا منهار ونفسيا قلت الشعب بتاعنا منهار. الله اعلم هيحصل فينا ايه. انا كنت عملت فيديو كده من حوالي 4 شهور. ده حضرتك اللي هيتابع القناه بتاعتي من البدايه خالص، انا اساسا في طبيعتي اصلا بحب الضحك والهزار والفرفشه اساسا. يعني الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده الجد ده هو ده انا ده مش طبيعتي. انا في بيتي ووسط اسرتي ووسط اهلي بضحك وبهزر وبحاول حتى المقاس اللي انا فيها بحولها لكوميديا عشان اقدر اعيش واتعايش مع يا اما كان جالي جلطه من زمان يا اما مت. الاحوال المعيشيه والاحوال الاجتماعيه واللي حصل في البلد ده ولي انا شخصيا او على مستواي اللي انا فيه كان حصل لي حاجه، فانا بحول اي حاجه الموضوع هزلي عشان اعرف اعيش. اللي هيتابع قناتي من الاول خالص هتلاقوا اصلا انا كنت حاطه ماسك بتاع حاجه كده ست كده شكلها مختلف خالص عن شكلي، وكنت بهزر وبضحك وامور اجتماعيه وامور ما كانش في قصه السياسه دي خالص. لما لقيت موضوع السياسه جت قدامي ولقيت الازمه اللي حصلت في البلد فجاه انتهت الازمه الاقتصاديه، اتكلمت عادي كأي مواطنة ليا حق ان انا سواء انا بره او ان انا جوه ليا حق ان انا اعارض. يعني حضرتك لو شفت الفيديوهات في الاول هتقولي ايه دي كانت في حته ودي كانت في حته تانية خالص. عملت فيديو كان هو سبب نجاح القناه بتاعته وهو اللي عرف الناس بيا، اسمه كداب يا ريس ايه اللي قالك. وكان اقتطعت جزء. طبعا اللي ما يعرفش في اليوتيوب يا جماعه، انا اولا قناتي لغايه دلوقتي الناس اللي بتحسدني وبتقول لي معاكي ملايين الدولارات ومعاكي في البنوك، لغايه دلوقتي القناه بتاعتي ما اتفعلتش. هتقول عليها اعلانات دي بتروح لليوتيوب. ادام القناه ما اتفعلتش، اي حد ليه قناه على اليوتيوب وعارف القصه دي، اي قناه ما اتفعلتش بينزل عليها اعلانات دلوقتي حديثا بتروح لليوتيوب. اي عائد منها الاعلانات دي بتروح لليوتيوب يا جماعه، اي مشاهدات بتروح لليوتيوب. ماشي. المهم القناه بتاعتي ما اتفعلتش. الفيديو ده اقتطعت منه جزء عشان لازم يتعمل له ترويج عشان الناس تشوفه، فاقتطعت منه جزء اللي هو مقطع ريلز اللي هو اشتهر، جاب 300,000 مشاهده وجاب 10,000 لايك وجاب حوالي 1200 مشاركه. ده اسمه كداب يا ريس. ده اقتطعت جزء من الفيديو الاساسي اللي هو كداب يا ريس اللي قال لك. والبشوات اللي بيشوفوا بس مجرد كلمه كداب يا ريس ويدخلوا يشتموني انت عامله وانت خاينه ورئيس. شوفوا ادخلوا شوفوا الفيديو الاول بيقول بالعكس انا كل كلامي مع الرئيس، بالعكس بقول له حضرتك انا عايزه احب رئيسي واحب حاكمي لما يكون بقلبه على البلد. وحضرتك لو اجتهدت واخفقت او حاجه حصل ظروف خارجيه عادي اطلع وكلم شعبك، ما فيهوش اي اهانه ولا اي شتيمه. ده الفيديو ده كان بدايه اكملت الشروط بتاعت قناه اليوتيوب. لازم يكون 4000 مشترك. انا كان حوالي مش مكمله 1000 مشترك او 700 اياميها. فجاه ما شاء الله وصل عدى ال 4000 مشاهد والناس بدات تعرفني وبدات تتابعني. ماشي. انا اول الموضوع ما كانش متعمد، هو جه صدفه. كانت بدايه المشاكل السياسيه في مصر، بدات اتابعها وبدات اتكلم غصب عني لان انا واحده من الشعب دهوت وان انا في نفس المشاكل اللي فيها الشعب. انا مش منفصله عنهم. لكن مجرد ما اشوف كلمه كداب يا راس تدخلوا يشتموا انت عامل. طب ادخلوا اسمعوا يا اللي بتعيبوا على الاخوان وتقولوا دول لا دي مش خرفان. الاخوان مش خرفان. انتوا بتوع بهايم مش بهايم بقى زي التعريف الاوروبي المرفهه المنعمه.
البهايم بتاعت الريف الاوروبي اللي بتتساب كده وسط الخضره، وسط المزارع بتاعت الريف الاوروبي دي، عارفه فيها مخ وبتدخل لوحدها الحظيره بتاعتها، وامتى بتروح ناحيه الشرب وناحيه الاكل وكل حاجه فيها مخ عن انتم اللي قطيع، انتم اللي قطيع بتاع الريف بتاع اللي بالبهايم المصريه اللي بتتربط كده نكسر راسا. الجماعه الصعايده اللي عارفين كلمه راسا يعني الرباط اللي بيتربط بيه البهيمه ويجرد اهو. انتم مجرد حافظين عايزين تشتموا وخلاص، وتقولوا لا تعالي عرض من مصر. معارضه ايه بقى؟ انا معارضه دي تعرض من مصر وغير مصر بقى. انا مصريه وليا حق، سواء انا بره انا جوه ليا حق ان انا اتكلم. لما يكون في مشاكل اقتصاديه دي حاجه، دي ظاهره صحيه لاي دوله، يبقى في نقد. وايه التعارض اللي بين ان انا انتقد رئيس وتقول لي الدوله تسقط، واللي بيقول دلوقتي احنا على ابواب الحرب؟ ليه ما كانش من شهرين ثلاثه بتقولوا احنا في امن وفي امان واحنا مش زي سوريا وزي لبنان؟ ما احنا بقينا زيهم اهو، حرب اهو. ده حرب مع اسرائيل كمان، دي حرب مع اسرائيل كمان، مش حرب داخليه مثلا مع فصائل معينه ممكن تتلم في يومين زي ما اتلمت الاخوان كده في يومين. لا، دي حرب مع اسرائيل ومع امريكا، واتفتحت علينا نار جهنم بسبب ايه؟ طب 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 ما فيش حاجه، البلد كويسه، البلد زي الفل، ما فيش اي مشاكل، الاقتصاد زي الفل، انتوا كدابين، انتوا لغايه ما البلد وجعت. يعني ايه علاقه ان انا انتقد رئيس بيجي كل يوم، اي دوله محترمه كل 4 سنين بيروح رئيس ويجي التاني بداله. نجح بنسقف له كلنا، فشل بالسلامه وفي هدوء وفي امان الله. زي ما ترامب راح نجح، جه واحد بعديه عادي يقولوا كرة تاني نجح برضك الناس. ليه؟ لانه كان راجل نجح في التوقيت بتاعه. ايه المشكله في كده؟ ايه علاقه سقوط الدوله والجيش والشعب برئيس يتشال كل يوم؟ يتشال رئيس ويجي رئيس، ويتشال رئيس وزراء ويجاب مليون واحد غيره. ايه المشكله في كده؟ ليه انتوا رابطين بسقوط الدوله بسقوط الرئيس؟ ليه؟ اظن نخلي عندنا مخ شويه، الله يرضى عليكم، عشان كفايه لحد كده البلد جابت اخرها. وعيب لما ننتقد بعضينا ننتقد بادب وباخلاق. لما ننتقد بعضينا ننتقد بادب وباخلاق، بلاش تخوين. الانسان اللي يطلع ينتقد عشان خاطر انا عارفه ان في ناس مجروحه، انا عارفه ان في ناس كتير من الشرطه ومن الجيش اتقتلت بسبب برضك الجسم اللي اتقسمت في البلد والفتنه اللي حصلت في البلد، على عيني وعلى راسي ينتقدوا. انا عارفه ان هم موجوعين، ودول يعني اي حد عنده حاله وفاه في جيش او في شرطه، ابوه ابنه اخوه، ده على دول اولادنا اصلا قبل ما يكونوا اولادهم، وجعونا قبل ما وصعبان علينا الحاله اللي وصلت لها البلد، ان البلد اتقسمت نصين، في حصل فتنه بين الشعب وبين الجيش. ده طلع شغله في دماغه انه بيحارب ارهابيين، والناس الطرف الثاني اللي هم بيسموهم ارهابيين ناس في دماغهم ان بيقاوموا جيش فاسد وكافر. حصلت جسم بين البلد اتقسمت نصين، وده موضوع مفتعل عشان تدمير جيش مصر. والجيش ان شاء الله عمره ما هيتدمر باذن الله، مش هيتدمر. فانا على عيني وعلى راسي اللي يطلع منتقد انا عارفه انا هيقول دي ارهابيين مش ارهابيين، دي موتوا ولادنا اتقتلوا ومش هنسامح ومش هنغفر. طب فكروا بعقول لكم برضه يا جماعه، مش معنى ان انا حتى لو انا مجروحه ان انا برضو اظلم الطرف اللي قدامي. فكروا بالعقل، الله يرضى عليكم. شوفوا المصلحه مين، شوف مين اللي مصلحته فرق تسد مين، وانتوا تعرفوا مين الخاين ومين العميل. شوف الله يرضى عليكم، كفايه البلد ضاعت، ابوس على ايديكم. احنا الشعب الوحيد اللي بيهد في بلده. النقد مش هد. طول عمر انا من ايام حسني مبارك كان في حاجه اسمها حركه كفايه، كانت بتنتقد الرئيس، وانا كنت بص، انا كنت عيله ايامها، كنت بقول ازاي رئيس جمهوريه ينتقد ويتقال كلام على الجرايد وفي الصحف وفي التلفزيون كده علني، ورئيس سايبه. يعني حسني مبارك اللي قاعد جبروت ودمر مصر 30 سنه، كان في مساحه من الحريه في الكلام. ايه المشكله لما اطلع انتقد؟ ما يكبر دماغه الرئيس ويسمع من ده ومن ده ومن ده ومن ده. ايه المشكله ان انتقد يعني؟ ايه المشكله؟ الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، وسبحانه وتعالى يعني يعدي الايام دي على خير ويسترها على مصر ان شاء الله.